بنت بتقعد جنب شخص ما تعرفوش في الطيارة وبتحكي له كل أسرارها وفضايحها، بس بتتصدم لما بتعرف شخصيته الحقيقية وبتندم ندم عمرها. يا ترى هيطلع مين وهتتعامل مع كل اللي حكيته ده ازاي؟ ده اللي هنعرفه في الملخص بتاع النهاردة، فيلا بينا. فيلمنا بيبدأ في مدينة شيكاغو مع إيما اللي شغالة في مجال التسويق والدعاية، وبتكون في اجتماع مع عميل بس ما عندهاش أي معلومات عن المنتج الجديد غير إن اسمه باندا، وبتبقى مش عارفة تقول إيه، فبترتجل وبتقول أي كلام يجذب الانتباه يخلي الناس تشوفها شاطرة علشان تترقى في شغلها. وبيقول لها العميل إن المستهلكين كلهم من فئة كبار السن ومش هينفع تسويق المنتج يكون بطريقة تناسب الجيل الجديد من الشباب، بس ما بتسمعش قيمة كلامه وبتتحمس وبتفضل ترج إزازة المشروب وبتفتحه وبتفور في وش العملاء. وبتخاف قيمة جدا وبتترجى العميل إنه ما يقولش اللي حصل لمديرها في الشغل. وبعدها بتروح للمطار وهي محبطة وبتتصل على ليسي صاحبتها وبتحكي لها اللي حصل، وبتكون خايفة تترفض لأن دي تالت وظيفة ليها ما تكملش فيها سنة. وبتهون ليسي عليها وبتقول لها إن الناس الناجحة دايما بيقعوا في مشاكل. وبتركب الطيارة وبتروح علشان تقعد في الدرجة المتوسطة، لكن المضيفة بتلاحظ إنها بتمر بيوم صعب، فبتقول لها إن في مكان فاضي في الدرجة الأولى وممكن تقعد فيه من غير تكلفة إضافية. فبتفرح قيمة جدا وبتروح تقعد فيه، وبيقعد جنبها واحد اسمه جاك. وبعد دقايق من الإقلاع بتتعرض الطيارة لمطبات هوائية عنيفة بتتهز جامد، وبيصوت الركاب واللي منهم بيصلي وبيدعي ربنا علشان عارف إنه هيموت. وبتدخل قيمة في نوبة هستيريا وبتعيط وبتقول لجاك إنها لسه محققتش أحلامها زي تسلق الجبال أو يكون عندها أطفال أو ترسم وشم. وبتفضل تقول حاجات محرجة عن نفسها وإنها بتكره شغلها جدا وإنها فشلت في أول اجتماع شغل ليها مع العملاء وإنها مش هتترقى. وبتحكي له عن زميلتها أرتمس اللي هي دايما بترمي العصير على الزرعة بتاعتها، وبتقول إنها بتعيط كل مرة بتسمع فيها أغنية ديمونز بتاعت فرقة Imagine Dragons. وبتتكلم عن كونر حبيبها اللي مجنون بموسيقى الجاز اللي قيمة ما بتحبهاش، وبتقول إن عمرها ما حست بالحب أو إن في حد بيحبها بجد. وبتفضل قيمة تتكلم نص ساعة عن فضايحها وأسرارها لحد ما بيفوقها جاك وبيقول لها إنهم وصلوا والطيارة نزلت أصلا. وبتتفاجئ قيمة فبتقوم من مكانها وبتنزل من الطيارة من غير ما تتعرف على جاك. وبيستقبلها كونر في المطار وبيقول لها إنهم لازم يطوروا من علاقتهم ويعيشوا مع بعض في نفس البيت. فبتعيط قيمة علشان هي أصلا ما بتحبهوش ومش عارفة تقول إيه. وبيفتكر كونر إنها بتعيط بسبب ضغط الشغل ورحلتها بالطيارة، وبيشوفهم جاك من بعيد وبيبقى عارف هي بتعيط ليه. وفي تاني يوم بتبقى بتتمشى قيمة مع زميلها كاس للشغل وبيحكي لها عن آخر ميعاد غرامي ليه واللي عدى بشكل وحش جدا. ولما بيطلعوا للشركة بيلاقوا الدنيا مقلوبة والموظفين بيغيروا الديكور بتاع المكان. وبيقول نايك زميلهم إن جاك رئيس الشركة على وصول، وبتزعق المديرة القيمة على اللي عملته امبارح في اجتماعها في مدينة شيكاغو، وبتقول لها إنها تتصرف معاها بعدين لما جاك يمشي. وبتطلب منها ما تتكلمش عن منتج باندا قدامه خالص. وبيوصل جاك للشركة وبتتصدم قيمة لما بتعرف إنه يبقى نفس الشخص اللي كان معاها في الطيارة وقالت له على كل فضايحها. وبتبقى محرجة جدا وبتخبي وشها بشعرها علشان ما يشوفهاش، لكن سيبيل بتشيل شعرها من على وشها علشان تسلم على جاك وترحب بيه في شركته. وبيسألها جاك عن رأيها بخصوص القهوة اللي بتتقدم في الشغل، وبتفتكر قيمة إنها قالت له إن القهوة في شغلها طعمها مقرف، بس بتقوله قدام سيبل إن القهوة طعمها تحفة. وبتسلم أرتمس على جاك وبتتكلم معاه بلهجة فرنسية رغم إنها مش من فرنسا بس علشان تجذب انتباهه. وبيقول جاك للموظفين إنه متشوق جدا علشان يتعرف عليهم أكتر، وبيبص لقيمة وهو بيضحك. وبيبقى جاك قاعد في مكتبه وصورته مع زميله موجودة في الخلفية بتاعت اللابتوب بتاعه، وبيبقى سبب وجود جاك إنه هيدير فرع الشركة اللي قيمة شغالة فيه بعد وفاة زميله. وبتروح له قيمة المكتب وبتقوله إنها ما كانتش تعرف هو مين لما كان معاها على الطيارة، وبتطلب منه ما يفصلهاش من الشغل. فبيوافق جاك على شرط واحد، وهو إنها ما تقولش لأي حد إنه كان في مدينة شيكاغو. فبتحس بارتياح وبتوافق، وبتقوله ما يقولش هو كمان لأي حد على اللي هي قالته امبارح. وبعدها بترجع قيمة لبيتها اللي عايشة فيه مع ليسي وجيما، وبتحكي ليسي على اللي حصل مع جاك، وبتقول كمان إن علاقتها بحبيبها كونر بقت سيئة جدا مؤخرا. وبتنصحها ليسي إنها تجرب حاجة جديدة معاه علشان ما يحسوش بالملل. وفي تاني يوم في الشغل بيراقب جاك طبيعة الموظفين في شغلهم، وبتقول له أرتمس على الكتاب بتاعها اللي هي كاتباه. فبيسأل جاك قيمة عن رأيها في الكتاب، وبتفتكر لما قالت له على الطيارة إنها ما قدرتش تقرا صفحة من الكتاب بسبب قد إيه هو رديء وممل. وبتقول له قدام أرتمس إن الكتاب كان تحفة وعجبها جدا. وبيوصل كاس للشغل متأخر وبيعتذر لجاك، وبيقول لقيمة إنها لازم تتحرك معاه ويراجعوا حسابات الشركة. وبتبقى قيمة محرجة جدا لأنها قالت لجاك إنها لما بتحب تسيب شغلها في وقت الدوام بتخلي كاس يقول لها إنهم يراجعوا الحسابات ويخرجوا سوا من الشركة ويشربوا قهوة في الكافيه. فبتقول لكاس إنها مشغولة دلوقتي لكنه بيكون مصمم لحد ما بيفهم جاك اللي فيها، وبيقول لها إنها لازم تروح تراجع الحسابات. وبعدها في الأسانسير بيقول جاك لقيمة إنه لما كان موظف كان بيعمل زيها ويخلي زميله ينادي عليه علشان يناقشوا ملف معين في الشغل. وبعدها كانوا بيخرجوا من الشركة برضه.
وبيدخل عليهم كونر وبيبقى جاك عارف إنه مرتبط بإيما، بس بيقول له كونر إنه بيتعامل مع إيما إنها زميلته في العمل علشان ما يخلطوش الشغل بالحياة الشخصية. وبيعمل كونر اجتماع في الشركة وبيتكلم عن حملة الدعاية لمنتج باندا، وبتكون طريقة كلامه في الإلقاء مملة جدا، وبيقول إن الشركة لازم تعمل استفتاء مع الشباب بخصوص المنتج، بس بتقول إيما إن كبار السن بس هما اللي بيشتروا المنتج. فبتتكلم أرتمس كأنها خبيرة دعاية وبتستخدم مصطلحات صعبة جدا وهي بتتكلم علشان تبان شاطرة في الاجتماع، لكن جاك بيبقى عارف إنها بتقول أي حاجة وخلاص وبيخليها تتكلم طبيعي زي الناس. ولما بتبطل تستخدم المصطلحات الصعبة بتلاقي إن كلامها ملوش أي لازمة وبتحس بالإحراج. وبينتهي الاجتماع بعد ما بيقول جاك إنهم لازم دايما يستخدموا طرق بسيطة في تعاملهم مع بعض علشان الشغل يمشي. وبتفكر إيما في نصيحة ليسي فبتنده على كونر علشان يجربوا حاجة جديدة مع بعض، ولكنه بيرفض لأن ده وقت الشغل فبتنفصل عنه إيما. ولما بترجع للبيت بتحكي لأصحابها على انفصالها، فبتقول لها جيما إنها كانت غلطانة لما كانت بتتعامل مع كونر بمصداقية، وبتقول إن أبوها وأمها متجوزين بقالهم 30 سنة والسر في ده إنهم دايما بيكذبوا على بعض، وإن أبوها كل ده فاكر إن مراته شعرها أشقر طبيعي. بس بتعترض ليسي وبتقول إن أي علاقة لازم تكون مبنية على المصداقية والصراحة. وفي يوم في الشغل بتتكلم إيما مع زميلها نايك وبتطلب منه تستخدم الحملة بتاعته وتعمل عنها إعلان في مجلة، بس هو بيكون مش موافق لحد ما بتقوله إنها مش هتقول لحد على اللي هو عمله في الحفلة، وما بنبقاش عارفين بالظبط إيه اللي حصل لكن باين إنها فضيحة. فبيضطر نايك إنه يوافق. وفجأة بتنده سيبل على إيما وبتقول لها جاك عايزها في مكتبه ضروري، وبيوريها جاك شعار المنتج وبياخد رأيها فيه، وبيكون عارف موضوع انفصالها عن كونر فبيعرض عليها إنهم يتغدوا مع بعض. لكن بنتنا ما شاء الله على أخلاقها بتقترح هي عليه إنهم يخرجوا في موعد غرامي، وبيفرح جاك وبيتفقوا إنهم يخرجوا بالليل. وبعد الشغل بترجع إيما للبيت وبتطلب من ليسي تديها تصريح الدخول لنادي ليلي، وبيرن جرس الباب وبيكون جاك وصل للبيت وبتفتح له إيما وبتخليه يستناها في أوضتها وهي بتستعد. وبيتفرج جاك على أوضتها وبيعجبه شخصيتها والحاجات اللي هي بتهتم بيها. وبيرن موبايل جاك كالعادة ولكنه بيتجاهل المكالمة علشان النهاردة في مناسبة مهمة. وبيخرج الاتنين مع بعض وبيروحوا للنادي، ولكنهم بيكتشفوا إنه نادي تحت السلم وبيبقى سيء جدا، وبتحس إيما بالإحراج وبتبقى مش عارفة تتصرف إزاي لحد ما بيعرض جاك عليها إنهم يشتروا سندوتشات وياكلوها وهم قاعدين جنب النهر. وهناك بيفتكر جاك إن بيت كان بيخرج معاه في نفس المكان ده وبيحس بالحزن. وبيرن موبايله مرة تانية وبيضطر إنه يقوم من مكانه علشان يرد بعيد عن إيما، وبيتكلم عن حاجة بخصوص خطة بديلة وإنه هيسافر تاني لشيكاغو. وبيرجع تاني لإيما بعد المكالمة، ولما بتسأله المكالمة كانت بخصوص إيه فما بيرضاش يقول لها، وبتسأله هو إزاي فاكر كل الكلام اللي هي قالته على الطيارة وليه حد زيه ممكن يعجب بواحدة زيها. فبيقول لها إنها مختلفة عن أي واحدة هو شافها في حياته وإنه أعجب بيها من لما كانوا على الطيارة. وبتعدي الأيام وبيخرج جاك كل يوم مع إيما وبتتطور العلاقة بينهم، بس هي بتكون متضايقة من إن جاك دايما مشغول بمكالمات الموبايل وبتبقى حاسة إن في حد تاني في حياته. وفي يوم بترجع إيما من الشغل وبتعرف إن ليسي بتجهز لعرض راقص مع زمايلها في الشغل، وبتبقى ليسي شغالة محامية وزمايلها كلهم هيشتركوا في العرض بالإضافة للقاضي ذات نفسه. وبتسألها ليسي لو عرفت حاجة عن ماضي جاك أو أي حاجة بشكل عام عن حياته، وبتقول إيمي وهي مرتبكة لأ وإنها مش مهتمة بماضيه أصلا. وفي يوم في الشغل بتجمع الموظفين وبيتفرجوا على لقاء جاك على التلفزيون وبيتكلم عن إدارة شركته لوحده بعد وفاة صاحبه وشريكه بيت، وإنه شغال في منتجات للبنات وإن في واحدة معينة هي اللي بتلهمه. وبيقول إنها مش مهتمة بمنظرها قوي ولا بطريقة لبسها زي باقي البنات، وإنها بتكره الكعب العالي وأحيانا بتمشي حافية في البيت، وإنها بتمضغ اللبان في أي مكان من غير ما تكون محرجة، وبتشرب الكحول من الإزازة من غير ما تحطه في كوباية، وإنها بتلبس بناطيل جينز واسعة وبتحط وردة في شعرها. وبيقول عنها حاجات كتير وبيحكي كل أسرارها. وبيبصلها زمايلها وبيعرفوا إن جاك يقصدها بكلامه وبيتريقوا عليها وبيغنوا أغنية ديمونز لفرقة Imagine Dragons بعد لما عرفوا السر من كلام جاك. وبتعيط إيما وبتمشي من الشغل وبترجع للبيت وبتقول لها جيما مش أنا قلتلك ما تقوليش لأي راجل حاجة من أسرارك. وبيتصل جاك على إيما ولكنها بتقوله إنها مش عايزة تشوفه تاني وبتنهي المكالمة. وبتفكر البنتين في طريقة علشان ينتقموا من جاك ويفضحوا سر من أسراره. وبتعيط إيما وهي بتقول إنها مش عارفة عنه أي حاجة أصلا غير إنه عنده التصاق في صوابع رجليه وإنه طلب منها ما تقولش لحد إنه كان في شيكاغو. فبتقول جيما إنها لازم تفكر في طريقة للانتقام. وبعدها بتكون إيما مع كيس في كافيه واللي بيقول لها إن لو اللي حصل لها ده حصل له كان زمانه انتحر. وفجأة بيدخل جاك الكافيه وهو نادم على اللي عمله وبيطلب منها تتكلم معاه، وبتحاول إيما إنها تتجاهله وبتطلب من كيسي إنه ما يمشيش ويسيبهم لوحدهم، لكن كيس بيضطر يمشي لأن جاك هو رئيسه في الشغل وممكن يترفد. وبتدي إيما ظهرها لجاك وبيعتذر لها إنه أخلف بوعده ليها.
وبتفكره إنه مقالهاش أي حاجة عن حياته وعن السبب اللي سافر لشيكاغو عشانه، وبيقول لها إنه ما بيثقش في أي حد ومش هيقدر يقول لها على السر، فما بتستحملش إيما الوضع ده وبتمشي وبترجع لبيتها، وهناك بتقول لصاحبتها على اللي حصل وإن جاك بيقول إن أسراره أهم من أسرارها، فبتقول جيما إنها عارفة صحفي شغال في مجلة متخصصة في فضايح رجال الأعمال والممثلين وإنها هتتواصل معاه علشان يعرفوا سر سفر جاك لشيكاغو، وبترجع إيما للشغل وبتحضر اجتماع مع سيبل وزمايلها وبتمدح سيبل نايك على إنه نشر إعلان المنتج في مجلة وده حقق مبيعات عالية، وبيمثل نايك إنه صاحب الفكرة، وبيعيش اللحظة لحد ما بتتكلم إيما وهي بتزعق وبتقول إن دي كانت فكرتها وهي اللي عملت كل ده لوحدها، وبتهني سيبل إيما على اللي عملته وبتوافق على طلب الترقية بتاعها، وبتزعق لنايك وبتقوله ما ينسبش مجهود أي حد من زمايله لنفسه ولو ده حصل تاني هيترفد من الشغل. وبعد الاجتماع بتتكلم سيبل مع إيما وبتقول لها إن عيون الموظفين هتبقى عليها لأنهم هيفتكروا إن إيما اترقت بسبب إنها مرتبطة برئيس الشركة، وبالتالي إيما لازم تثبت نفسها في الشغل أكتر. وبتروح إيما للعرض الراقص بتاع ليسي قبل ما يبدأ، وهناك بتتفاجئ لما بتشوف جاك وهو بيعتذر لها تاني وبيقول لها إنه كان في شيكاغو لأنه بيهتم ببنت صاحبه اللي مات وإنه بيعتبر البنت دي زي بنته بالظبط وبيهتم بيها وعايز يبعدها عن الأضواء لأنه مشهور، وده السبب اللي خلاه يطلب منها إنها تحتفظ بالسر ده وما تقولش لحد إنه كان في شيكاغو. وبتسامحه إيما وبيرجع الاتنين لبعض وبيتفرجوا على العرض الراقص سوا، وبعد الحفلة بتهني إيما ليسي على نجاحها في العرض بتاعها، وبيروح جاك يجيب شنطة إيمي اللي نسيتها على كرسي المشاهدين، وفي نفس اللحظة بتيجي جيما مع الصحفي علشان يعمل لقاء مع إيما بخصوص جاك، وبيرجع جاك وبيلاقي الصحفي بيسأله هو كان بيعمل إيه في شيكاغو، فبيتضايق جاك وبيمشي من المسرح وبتجري إيما وراه وبتعيط وبتقوله إنه فهمها غلط وبيبقى فاكرها هتبيعه للمجلات وتكسب فلوس لما تفضحه، وما بيسامحهاش على حاجة هي أصلا ما عملتهاش. وفي يوم الرحلة بتاعته لشيكاغو وهو في الطيارة بتدخل إيما عليه وبتقعد جنبه في كرسي الدرجة الأولى وبتقوله إنها ما قالتش حاجة للصحفي وإنها ما كانتش بتحب نفسها لحد ما قابلته، وإنها قالت له على كل أسرارها وهو ما سابهاش وفضل جنبها، وإنها معرفتش أي حاجة عنه لكنها مش مهتمة علشان هي عارفة إحساسها تجاهه وده كفاية بالنسبة لها. بس ما بيردش جاك عليها، وبتيجي صاحبة الكرسي وبتطلب من إيما إنها تقوم وبترجع إيما لكرسيها في الدرجة المتوسطة وهي متضايقة، وفجأة بيظهر جاك وبدون أي مقدمات بيبدأ يحكي عن أسراره وبيقول إنه بيخاف ينام في الضلمة وإنه عنده سن مزيف بسبب إنه كسر سنه وهو بيفتح إزازة كحول ببقه علشان يجذب انتباه بنت في الجامعة، وبيطلب جاك من الراجل اللي قاعد جنب إيما إنهم يبدلوا كراسيهم وبيوافق الراجل طبعا، وبيقعد جاك جنب إيما وبيكمل كلامه وبيحكي لها عن كل أسراره واللي منها إنه بيخاف من الطيران أصلا، وبيرجعوا الاتنين لبعض أخيرا وبيبدأوا حياة جديدة سوا. وبس كده، ما تنساش تقولي رأيك في الكومنتات وتعمل لايك واشتراك لو لسه ما اشتركتش وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.